أحياناً الحب بيبدأ جميل ورسائل صباح الخير تبقى أهم حاجة في اليوم، بس المشكلة لما الحب يتحول لحاجة تانية. عمر وسلمى كانوا مع بعض في الشغل في القاهرة. في البداية كل حاجة كانت حلوة، هو هادي ورومانسي وهي كانت شايفة ده حب صادق. كانوا بيتقابلوا كل يوم، يمشوا على الكورنيش، يحكوا عن يومهم ويضحكوا على أبسط الحاجات. كل يوم رسائل صباحية ومسائية تبعتها له: صباح الخير، أتمنى يومك يكون جميل. مساء الخير، وحشتني النهاردة. في الشغل كان بيبعت لها إيموجي صغير أو قلب مع كل رسالة. هي كانت مبتسمة طول اليوم ومش قادرة تتصدق إنها لقت شخص بيهتم بيها كده. أوقات كانوا واقفين على الكورنيش، البحر بيضرب في الرصيف والهواء ليلي وبارد شوية، لكن قلبهم كان دافئ من الحب اللي بينهم. سلمى حاولت تروح لصديقتها عشان تهدأ أعصابها، لكن في الطريق حست بشيء غريب. مصابيح الشارع بتنطفي فجأة والموبايل يهتز برسائل مجهولة: مش لوحدك، أنا معاك في كل مكان. لما رجعت البيت عمر كان مستنيها. في البداية حاول يقنعها بالكلام، لكن سريعاً كلماته أصبحت أقوى وضغطه جسدياً أخافها. سلمى حاولت تبعد وهو مسكها من كتفها وقال: مش هسيبك لحد، حتى لو هضطر أخليكي تسمعي مني. القلب بدأ ينبض بسرعة، الجو مليان توتر والظلال في البيت طولت وغامقت. الموبايل يهتز مرة أخرى برسالة: أنا دايماً جنبك مهما حاولت تهربي. سلمى شعرت أنها محاصرة، والظلال والمكان كأنهم بيتحولوا حوالينها. المواجهة النفسية بدأت تتحول لكابوس حقيقي. في يوم سلمى قررت تاخد مسافة. من اليوم ده بدأت تحس إنها متراقبة، تشوفه واقف بعيد يوصلها رسالة فيها تفاصيل مكانها. ومرة رجعت البيت لقت هدية قدام الباب من غير اسم، لكنها عارفة مين أرسلها. آخر مرة شافته كان واقف قدامها بعينين مرعبين، قالها: لو مش ليا مش هتكوني لحد. بعدها بأيام عمر دخل علاج نفسي، لكن رسالة جديدة وصلت لها: أنا اتعلمت أصبر لكن مش هسيبك. رسالة تانية توصل: بصي وراكي. سلمى تلف ببطء، الأنوار تنطفئ فجأة.